السلام عليكم، معكم عبد الرحمن من قناه مراجعات تك. فيديو جديد النهارده بقى معانا ساعه سي ام اف واتش برو 2. دي طبعا تبع ناثينج دي اللي مش عارفها، هي كانت شركه تقريبا كانت تبع وان بلس، شركه محترمه يعني بتعمل موبايلات غريبه، الموبايلات بتنور من ورا وحاجات كده. فقبل ما نبدا الفيديو بقى لايك سبسكرايب عشان نعمل لكم فيديوهات اكتر. معانا الساعه اهي، شكلها ساعه مدوره بقى، والعلبه ما فيهاش حاجات كتير يعني، هي فيها الساعه والستراب ده، وفيها شاحن اللي هو الماجنتيك عادي خالص ده، مش وايرلس للاسف. دي طبعا تاني ساعة الشركة تنزلها، فهي شركة لسه جديدة، بس ما تقلقش في الموضوع ده، هي ليها خبرة في الموبايلات. يعني نبدأ دلوقتي بقى معاكم في الساعة. ديزاين بسيط خالص، شاشة 1.4 انش، شكلها ظريف، في فريم كده جراي، هي الساعة كلها جراي اصلا. الاستراب اغمق شوية من الساعة نفسها، شكلها صراحة جامد، كلها ميتال، فخامات بريميوم يعني. الفريم بقى اللي هو الميتال ده تقدر تغيره، يعني الشركة بتبيع الوان تانية لو عايز تغيره، بس طبعا لسه الحاجات دي ما نزلتش مصر. فانت لو زهقت مثلا من الشكل ده فهتجيب شكل تاني، تقدر تفكه. الساعة يبقى شكلها اهو، تقدر تلبسها برضو كده، مش فيش مشكلة يعني لو انت حابب تشيلها. الشاشة دقتها 454 في 454 بكسل، دقة كويسة، شاشة اموليد، حاجة عادية يعني في السعر ده. 60 هرتز، دي حاجة بقى الصراحة الجامدة، تحس ان الساعة سموث فعلا انت بتقلب فيها وكده. اول حاجة في الساعة بقى الاكسرسايز، عايز اوي الدور اندور، في بقى مشي، في جري، وفي مش عارف يوجا، في سباحة، في حاجات كتير بقى جدا، باسكت بول، بوكسينج، فانت تشوف بقى انت عايزه. تاني حاجة اكسرسايز ريكورد، بيقولك بقى انت عملت ايه من التمارين اللي فوق دي، والهارت ريت ماشي، وفي بلاد اكسجين بتلبسها وبيحسب لك على طول بسرعة يعني نسبة الاكسجين في الدم، ويقول لك ايه اللي كنت كده مظبوط ولا لا. في الاكتيفيتي بيقول لك انت عملت ايه برضو، مشيت قد ايه، عملت رياضة ايه، حرقت قد ايه سعرات. بيقعد يقول لك ليك تارجت برضو، عايز 400 كالوري في اليوم، تشوف بقى انت عايز تعمل ايه الهدف بتاعك. السليب بيشوف انت نمت قد ايه، ونمت نوم عميق ولا لا، والديب سليب واللي هو الاويك صحيت قد ايه، عملت ايه. بيديك تقرير يعني، بس التقرير ده هتلاقيه موجود على التطبيق. الاسترس بيقول لك انت ستريس ولا لأ، بتلبس برضو الساعة وبيقول لك انت كده في معدل طبيعي ولا لا. مثلا جرب اهو، ما بيكملش دقيقة ويقول لك على طول انت ايه. 44 اهو نورمال. الفون كول بقى، الساعة دي فيها ميزة كويسة جدا، ممكن ترد من المكالمات على الساعة، فيها مايك، فصراحة حاجة مش موجودة كتير في السعر بتاعها. وكمان تقدر تكتب الرقم اللي انت عايز تتصل بيه اي حاجة، وهيتصل على طول وتتكلم الساعة، وهتجيب لك ريكورد مكالمة عشان تشوف الصوت عامل ازاي، الصوت كويس قوي برضو. دي تجربة مايك السي ام اس برو 2، الصوت الصراحة كويس جدا، يعني ما يبانش اللي هو طالع من ساعة. كمان بيقول لك انت كلمت مين ريسنت، وكمان ممكن تسجل ارقام ناس، يعني تكتب اسامي ناس عندك من على الموبايل، ويعني تكون عارفهم على طول تسجلهم يعني. والميوزك بتحتاج تفتح الموبايل والتطبيق وتوقف وتشغل الموسيقى، ما ينفعش تشغل اغاني من على الساعة يعني. كاميرا ريموت، بتصور صورة من الموبايل من على الساعة. الوزر بتربط الساعة بالموبايل وتفتح الجي بي اس ويوريك الوزر 33 اهو، يديك بقى بيديك معلومات كتير. الفويس اسيستنت ده لما بتفتحه بيفتح لك بقى جوجل او اليكسا او اللي انت حاطه عندك على الموبايل يعني. ستوب واتش، تايمر لو عايز تعمل تايمر بقى. كالكوليتر دي صراحة حاجة جامدة لو عايز تحسب اي حاجة. كالندر، تشوف النهاردة يوم ايه وبتاع وتقلب. فلاش، هو فلاش يعني كويس، مش قوي قوي بس تمام يعني. فايند ماي فون لما بتعملها بيشغل لك صوت الرنة بتاعة الموبايل. السيتنج بقى اصلا اولا عندك تقدر تغير شكل التطبيقات دي، هتيجي على السيتنج اب فيو، هتغير بقى انت عايزه كده ديفولت ولا الشكل التاني ده اللي هو عامل زي بتاع ابل شوية. صراحة سموز اوي الساعة دي عشان 60 هرتز. طبعا برايتنس بقى انت عايزه عندك 5 مستويات للإضاءة، والإضاءة صراحة عالية، هتبقى كويسة في بره في الشارع وكده. في اوبشن برضو لو عايز تخلي الشاشة مفتوحة على طول، في دبل تاب لو عايز تشغل الساعة تفعله، دبل تاب تشتغل على طول.
لو رفعت ايدك برضو في اوبشن انت بتفعله من التطبيق بقى، لو عايز ترفع ايدك تروح الشاشة منورة. تقريبا دي معظم الحاجات في الساعة. فاضل بقى اخر حاجة الاشعارات notification بتجيلك هنا اهو، وبتلعب من اللغة العربية، فالكلام مش بيطلع مقلوب، فحاجة صراحة حلوة جدا. في ساعات كتير كتير بتجيلك الكلام مقلوب كده، بس صراحة هنا الساعة كويسة، الكلام طالع مظبوط. وفي اشعارات كتير بتجيلك ما بتتمسحش على طول، طبعا للاسف ما ينفعش ترد على رسائل واتس او كده. هنا فوق بقى بتلاقي البرايتنس، وبتلاقي اول ما ترفع ايدك الساعه تنور، وفي اللي هو الباور سيفنج مود، وفي حاجه اسمها دونت ديسترب، دي بتعمل لك اللي هو وضع عدم الازعاج، يعني بتوقف لك الاشعارات وكده. اخر حاجه ممكن تعمل بس always on display اهو، بتختار الشكل اللي انت عايزه، بيكون حاجه يعني اضاءته مش عاليه قوي عشان برضو البطاريه. نيجي دلوقتي بقى على التطبيق الساعة. تطبيق الساعة بقى اسمه CMF واتش، تحمله عادي، موجود في اللي هو الجوجل بلاي، موجود برضو في الاب ستور. تطبيق اهو، بتوصل الساعة تيجي هنا وتوصل الساعة عادي جدا، الموضوع مش صعب يعني. وهتلاقي بقى حاجات كتير هنا، مثلا عندك يقول لك برضو حرقت كام كالوري، اكسرسايز انت عملته، ستريس، نفس المعلومات طبعا اللي على الساعة، والبلد اكسجين، نمت قد ايه، ضربات القلب. هنا ممكن تغير برضو الخلفيات بقى بتاعت الساعة، بس في حاجات زيادة بتحمل بقى انت عندك، بس انت بتستبدل، بتعمل ريبليس حاجة من الحاجات الموجودة في الساعة بحاجة تانية، يعني مينفعش تزود اكتر من اللي هو موجودين، اللي هو اخرك يبقى عندك 6 ويل بيبر في الساعة. شوف بقى في حاجات كتير كلهم ببلاش. هنا بقى في الكونتاكت، لو عايز تسجل حد ويبقى متسجل على الساعة برضو، بتختار رقم وتكتب الاسم وتسجل، هيبقى موجود عندك على الساعة. الويدجت لو عايز تغير ترتيب الحاجات دي من على الساعة، يعني مثلا تعمل edit، هتخلي حاجة مكان حاجة تانية كده، وتغير بقى. notification، بتختار انت عايز notification تيجي من انهي تطبيق، بتختار التطبيقات اللي انت عايزها. في برضو لو الساعة ضاعت منك، تعمل find device وتعمل ring، والصوت عالي. وفي برضو العكس، لو الموبايل ضاع، بتروح تيجي على الساعة كده find my phone. بس كده، هو تقريبا دي كده كل حاجه على الساعه. فاضل بس نتكلم على البطاريه 300 ملي امبير، اللي هو الحجم المعتاد عادي. ممكن تفضل معاك حوالي اسبوعين او اقل شويه لو انت استخدامك بسيط، مجرد بس انت بتشوف الرسائل وعادي ما بتستعملهاش كتير يعني. ممكن لو اقل من كده ممكن اسبوع او 10 ايام لو انت بتستعملها كتير جدا بقى، وتفتح وتعمل اكسرسايز وكده. الساعه خفيفه 40 جرام الساعه، المشكله بس اللي هي ما بتشحنش وايرلس. بس كده، هبقى اسيب لكم بقى لينك شراء الساعه دي من تحت، هي مش نازله رسمي في مصر بس موجوده، يعني في ناس كتير بتبيعها. وبس كده، ده كان الفيديو. لايك بقى وسبسكرايب عشان نعمل لكم فيديوهات اكتر، اكتبوا لنا تحت لو عايزين في فيديو معين اعمله. وبس كده، يلا سلام.